السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم من جديد. زي ما حضراتكم شايفين، شقة عبارة عن صالة وثلاث غرف وحمامين ومطبخ ودرجة. شوفوا منظر الشقة قبل ما نشتغل، وبعد ما تخلص بتبقى حاجة تانية خالص. ادي المطبخ زي ما حضراتكم شايفين، ادي الحمام لسه في البداية. ودي غرفة تانية كمان، ودي غرفة تانية. اتفرج على العظمة. بعد ما تخلص بتشوفها حاجة تانية خالص. طبعا لما تيجي تربى لازم تختار الجنب الطويل اللي هو كويس تشد فيه الخيط زي ما حضراتكم شايفين. أهم حاجة تفرد المونة كويس وتظبط الشغل تمام وتبل البلاط. كل هذه ملحوظات صغيرة بس مهمة. لازم تديها شوية غيرة برضو، ترشهم كده تحت البلاط عشان البلاط ما يفصلش من الخلطة. لازم تكبس البلاط ده زي ما حضراتكم شايفين كده. لازم برضو تركب البلاط على الاتجاه الرسمي، ما ينفعش تركب حاجة طول وحاجة عرض. لازم برضو تشيك بالميزان عشان الشغل بتاعك يبقى تمام. زي ما حضراتكم شايفين برضو العمود بنركبه حجر مايكا، او في ناس بتقول عليه خردة على حسب. لازم تعمل كده حاجة كويسة خالص. عاملينه كده من الاربع اتجاهات كده. برضو لسه باقي اهم حاجة الزجية. كده خلصت النعلة بتاعتها. برضو في حاجة هنا، في واحد يقول لي ليه خلفت اللحام لازم اربع الجنب. وتاني حاجة برضو البيبة دي لازم اخليها في 4 بلاطات عشان البلاطة 60 في 60. زي ما حضراتكم شايفين لازم الزجية تبقى مية خالص، بحيث لو في قرن بلاطة فاضي لازم يتعبى اسمنت ابيض علشان ما البلاط ما يتكسرش بعد كده. ملحوظات صغيرة بس مهمة. الشقة لما نخشوها بتبقى حاجة، وبعد ما نخلصوها بتبقى حاجة تانية خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني كده الفينش الأخير.
الأحسن برضو إن الواحد يركب حوض رخام أحسن من حوض أبو ركبة، تبقى حاجة شياكة كده. وعلى حسب برضو كل واحد. كده البلكونة اتشطبت برضو. كده خلصنا.